بس ما علينا. سمعت قبل كده عن المعادلة الذهبية؟ دي ببساطة المعادلة اللي هتخليك ما تتلخبطش أبدا وأنت بتحسب السكيل. في الفيديو ده إن شاء الله هديلك أبسط شرح ممكن لمقياس الرسم، فمن غير رغي كتير اربطوا الأحزمة ويلا بينا. مساء الفل يا شباب. طبعا خلينا متفقين احنا كل تعاملاتنا بتكون على لوح ورسومات، صح؟ معنى الكلام ان احنا بنتعامل مع حاجات بمقاسات معينة وعايزين نصغرها عدد معين من المرات عشان تبقى على اللوح اللي معانا، وهي دي ببساطة فكرة مقياس الرسم. يعني انت مثلا لو مطلوب منك ترسم رسمة بمقياس 1:100، ده معناه ان مطلوب منك تصغر الحاجة من بعدها الحقيقي 100 مرة. هنا بقى في مشكلة صغيرة، ان عندك المقاسات على الحقيقة بتكون بالمتر، وانت اصلا اللوحة بتاعتك اكبر لوحه ممكن ترسم عليها ممكن تبقى 1.20 متر. فازاي بقى؟ احنا طبعا بنرسم بالسنتيمتر، فالموضوع بيبقى فيه تحويل وحوارات، وهو ده اللي بيلخبط. وهنا بقى يجي دور المعادله الذهبيه. معادله سهله جدا. الموضوع ببساطه انك عشان ترسم اي خط على اللوحه بالسنتيمتر هتستخدم المعادله اللي هقول لك عليها دي. طيب المعادله بقى بتقول ايه؟ بتقول ان الخط اللي انت هترسمه على اللوحه بيساوي البعد الحقيقي في 100 على رقم المقياس. مش فاهم اي حاجه. طب تعالى كده نجرب نطبق المعادله دي. احنا مثلا معانا في الحقيقه حيطه طولها 3 متر وعايزين نرسمها على ورقه بمقياس 1:50. معنى الكلام ان احنا عايزين نصغرها 50 مره. يبقى الخط اللي انا هرسمه على اللوحه بيساوي البعد الحقيقي اللي هو 3 متر اللي هو بعد الحيطه في 100 على رقم المقياس اللي هو 50، هيديني 6 سم. بس كده. انت ولا حولت ولا عملت حاجه، او حولت وانت مش واخد بالك. هي دي ببساطه المعادله الذهبيه. فكرتها كلها انها بتختصر عليك خطوات وبتخليك تعمل حاجات ثابته. هو انت اوريدي بتقسم ال100 على المقياس بتاعك، عشان كده انت عمرك ما هتتلخبط. انت الرقم اللي هيطلع لك هو ده الرقم اللي هترسمه بالسنتي. طب معلش عشان نتاكد بقى ان احنا فهمنا والموضوع يثبت في دماغنا اكتر، عايز ارسم نفس الحيطه بمقياس رسم 1:200. بسيطه. الطول الحقيقي كام؟ 3 متر. هنضرب 3 متر في 100 على مقياس الرسم اللي هو 200، هيطلع لنا 1.5. هو ده البعد اللي احنا هنرسمه بالسنتيمتر. وباذن الله من خلال الطريقه دي انت عمرك ما هتتلخبط ابدا وانت بتحسب السكيل ايا كان الرقم. انت بقى جربها، جرب بقى مقياس 1:350 1:450. بس عشان نكون متفقين، هو الموضوع بصراحه اصلا بيبقى سهل، لان انت في الكليه احنا طبعا عاملين الفيديو ده لطلبه قسم عماره او لاي حد عايز يعرف فكره مقياس الرسم بشكل عام حتى لو كان في ابتدائي. الفكره كلها ان انت بيبقى مطلوب منك تصغر حاجه عشان تعرف ترسمها على ورقه، لان انت عمرك ما هتعرف ترسمها بابعادها الحقيقيه، استحاله. بس تعرف تخليها نفس النسب. طيب في حاجه بتخليك تكبر، لو انت مثلا شغال في معمل ومطلوب منك تكبر ميكروبات او بكتيريا او حاجات من دي اللي احنا كنا بناخدها في العلوم زمان. الرسمه اللي كانت بتبقى في الكتاب عندك دي اكبر من الحقيقه عدد معين من المرات، ساعتها بقى بتشقلب. بمعنى المقياس بيتقري من الشمال لليمين 1:100، معناه ان الحاجه دي متصغره 100 مره بالنسبه للحقيقه. المهم عشان ما نتوهش، مقياس الرسم عندنا في الكليه او في الدراسه بتاعه قسم عماره بيكون واضح جدا، يا اما 1:100 1:50 1:200 1:300 1:400 1:500، فمش بتبقى ارقام صعبه. طب انا ليه عملت فيديو زي ده؟ عشان ببساطه الطريقه دي فعلا محتاج الناس كلها تعرفها عشان ما تتلخبطش وهي بتحسب السكيل. في ناس كتير بترسم السكيل غلط في الامتحان، ده بيبقى من التوتر او ما خدش باله، حول غلط، عمل اي حاجه خلته يرسم السكيل غلط. لاخر مره المعادله بتاعتنا بتقول ايه؟ طول الخط اللي انت هترسمه في اللوحه بتاعتك بيساوي البعد الحقيقي، شرط يكون بالمتر لان هو الابعاد في الحقيقي غالبا هتبقى بالمتر. حتى لو كان عندك حاجه 90 سم بتتكتب 0.9 متر. الخط اللي انت هترسمه في اللوحه بيساوي البعد الحقيقي اللي هو بالمتر في 100 على مقياس الرسم بتاعك. اخر حاجه، ودي حاجه معلش عايزك تاخد بالك منها قوي، ان انت وانت بتكتب البيانات بتاعتك على اللوحه انت بتكتب الابعاد الحقيقيه. يعني انت ممكن تكون رسمت خط 6 سم بس مش هتكتب عليه 6 سم، انت هتكتب البعد الحقيقي وبس كده. انا مش عايز اطول الفيديو لان ده فيديو بسيط جدا وسهل جدا، وان شاء الله بعد الفيديو ده انت هتبقى قادر تحسب اي مقياس رسم في حياتك من غير ما تتلخبط. انت ممكن كمان ما تحتاجش آلة. خلص فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو افادك، ويا ريت بجد تبعت الفيديو ده لكل اصحابك اللي معاك في القسم عشان ما يبقوش بيتلخبطوا في السكيل. وما تنساش لو عجبك المحتوى او انت مهتم بالمحتوى المعماري والمحتوى البصري بشكل عام، يا ريت تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وتعمل لايك للفيديو وتشاركه مع اصحابك. بس كده، شكرا جدا، سلام.